عامل ايه؟ كله تمام؟ صحة كويسة؟ طيب، اول حلقة نزلناها ان انت ازاي اول يوم تتعامل في الجيم او تتمرن ايه لو ليك اول يوم في الجيم. طيب بالنسبة لتاني يوم، فالنهاردة هنصور تاني يوم. وطبعا اتفقنا في اول يوم في الجيم في اول فيديو ان احنا هنتمرن بنظام بوش بول ليج، فلعبنا تمرينة البوش والنهاردة هنلعب تمرينة البول. فيلا بينا نشوف التمرينة هتكون عاملة ازاي واشرحها لك كلها وابسط لك الدنيا عشان تبقى عارف انت تاني يوم تتمرن ايه تبقى ماشي ازاي. طيب زي ما قلنا في اول الفيديو اللي فات في تمرينة البوش، في تمرينة البول النهارده هنسخن برضه، نسخن كويس جدا، نسخن مفصل بتاعنا، مفصل الكتف ودايناميك كلها. فمش هرجع اقعد اقول لك في كل الفيديوهات كل مره لازم نسخن كويس، حتى لو اتمرن رجل. يعني المره الجايه ان شاء الله هنلعب تمرينة الليج، هنسخن برضه كتف، مفصل الكتف، لان ده اكتر مكان بتتصاب منه، اكتر عضله بتتصاب لان هي صغيره. فنسخن دايناميك كده، حاجات بسيطة خالص، ونخش في التمرين على طول إن شاء الله. طيب أول جهاز هنبتدي بيه اللي هو السحب العالي، أو زي ما بيقولوا لات بول داون. نجيب القبضة الأول عشان نسيناها، نركبها. هنجيب اللي هي القبضة الواسعة دي شويتين، تمام. ده أول تمرين معانا. نظبط الوزن بتاعنا المناسب طبعا، ونظبط الدكة عشان ما أصبح إن أنا أقعد تبقى رجليا قافلة عليها بالظبط. أيوه رجليا قافلة كويس، أظبط على مقاس إيدي كده بالظبط. انزل اقعد لوح كتفي لفوق او ساحب لفوق كده، وانزل اقفل لتحت، اقفل. عندك الموشن بتاع اللاتس بيجي كده، فطبيعي لازم لما احنا ننزل التمرين ده بالمناسبه يعني شغال لات، بنزل اقفل كده الاخر. طيب يلا بينا نشوف تاني. هنزل اقعد اهو، رجلي قافله على الجهاز كويس، ظهري لورا شويه، كوعي كده، الكوع ده بس اقفله لتحت لجوه شويه كده، وانزل. ما انزلش كده، لا تحت جوه شويه، انزل لحد صدري يلمس. طيب هنلعب الشكل ده. اول شكل طبعا 3 مجاميع في 12 عد، وزن خفيف خالص على هادي خالص، عشان زي ما احنا قلنا اهم حاجه في الاول ان احنا بنسخن الجسم كده ونسخن العضله، نعودها على الاشكال، مش ان احنا جايين نعمل عضلات. طيب بالنسبه للشكل الثاني هنلعب حاجه اللي اسمها للظهر العلوي او الابر باك زي ما بيقولوا. هنلعب على الماشين دي اسمها سيتد رو. طيب الماشين دي لو مش عندك اي حاجه فيها ان انت بتسحب كده لجوه، بتقصر لجوه، يبقى بتجيب معانا الابر باك. بتتك على المقاس، الصدر بتاعك هنا اهو، اسفل الصدر خالص، يبقى على اول الدك عشان دقة التنفس، او انت تقدر تتنفس وانت بتتمرن عشان تقدر تكمل التمرين ده. انزل اقفل تحت الاخر خالص، واعصر فوق، اثبت، انزل اهو، اعصر تحت تحت، هفرد، انزل فوق تحت، اعصر. الفكره كلها هنا في الجهاز ده ان انت لازم تعصر لفوق وتستريتش تحت الى الاخر، زي ما عودتك ان احنا داخلين جيم نعرف الموشن بتاع الحركه بتاع الاجهزه عشان نعرف نتمرن كويس، نعرف نجيب الاداء. مش هتجيب الاداء من اول مره ولا من تاني مره ولا من تالت مره، ممكن تطول معاك الموضوع على ما تجيب الاداء بالمظبوط بصح. بس انت حاول ان انت ترسم في مخيلتك ان انت تعرف تتمرن صح وانت بتجيب الاداء صح، واحده واحده هيظبط معاك 100%. فبس الشكل ده نلعبه 3 مجاميع في 12 عده برضو كده، ايه الدنيا تبقى خفيفه خفيفه. طيب خلصنا السيد درو ده،
كان تاني تمرين للظهر وكده بقى. خلصنا الظهر، خلصنا اللات، خلصنا الابر باك، خش على قطنيه، وده اخر تمرين للظهر معانا اصلا. طيب بص، في القطنيه دي بقى فيها شغل كتير وهتسمع فيها ريلزات بقى وناس بتتكلم فيها كتير. خدها مني قاعده كده وقفل على الكلام. الدكه هنا باولها، اول السره بتاعتك كده بالظبط، مش اول السره، تحت السره بسيكه، لمست البتاع دي من اولها كده، يبقى انت كده شغال ظهر والدنيا تمام. طيب عايز تجيب بقى ظهر، عايز تجيب قصدي خلفيات وجلوتس، يبقى انت تنزل عند الحوض بتاعك لتحت شويه، او ممكن بتحت الحوض سيكه كمان، هتجيب معاك اكتر خلفيات وجلوتس. ولكن احنا عايزين نجيب الايه القطنيه، فتكون عندي ايه السره شويه كده، هي ايه تحت السره سيكه يعني. تنزل ايدك كده زي الفراعنه، تنزل للاخر، تطلع بس حديت هنا، تنزل 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 تنزل، تعمل ارش، تطلع، تنزل، تطلع. يلا عيش على كده بقى. 4 5 6 7 8 9. هنا برضه هنلعب على الشكل ده، او هنلعب على الجهاز ده 3 مجاميع في 12 عد. بص التمرين اللي جايه كلها 3 مجاميع في 12، 3 مجاميع في 12، لان احنا لسه في الاول بس. طيب خلصنا كده الظهر. تقول لي احنا لعبنا اشكال قليله للظهر، اقول لك احنا لسه برضه في الاول، فاحنا بنعود الجسم، بنعود ان احنا نتمرن ازاي. طيب هنبدا بقى خلاص بالباي. احنا اتفقنا في البول هنلعب ظهر وباي وكتف خلفي، فهنلعب شكل واحد للباي برضه، هنلعب هنا للراس الطويله مع بعض والراس القصيره. فهنرجع ايدينا لورا كده شويه، نلعب كده، نستهدف الراس ايه الطويله. خلاص هنلعب هنا بقى 6 عدات، ونطلع قدام خالص نلعب 6 عدات. الفرق كلها في الحركه بس، دي قدام ودي ورا. فالجهاز ده يعني الشكل ده اكتر مركب شغال الاثنين، ولكن هي الفكره في كوعك ورا قوي، شغلت الراس الطويله اكتر، قدام شغلت الراس القصير، فهمت؟ لكن احنا خلينا في النص نشغل الاثنين مع بعض، شغال خفيفه كده ونلعب. برضه هنا هنلعب 3 مجاميع في 12 عد، زي ما قلت لك كل اللي جاي بقى 3 في 12. انا قلت الجمله دي مليون مره بتاعي، 3 في 12 كله 3 في 12. ارجع وانبه تاني وانبه مليون مره، الميه ثم الميه ثم الميه. الميه مهمه جدا عشان جسمك وانت بتتمرن بيفقد سوائل كتير، فانت تعوضه بالميه. الميه برضو مش كفايه، ولكن يعني عام اكتر من عامه يعني، فالميه كويسه جدا. مش هقول لك بقى فوائدها، ولكن اقول لك لازم تتمرن، لازم وانت بتتمرن تشرب ميه. ما تسمعش كلام بقى الناس اللي يقول لك لا انت بتتمرن وانت بتتمرن ما تشربش ميه، تقوم جايب دمبل زي اللي هناك ده تقوم خبطه في دماغه على طول، لان مفيش كلام من ده. الميه مهمه جدا جدا، و ميه سر الحياه يا حبيبي، فنشرب ميه، نشرب ميه كتير. معلش هفضل اعرفك في كل الفيديوهات واقول لك الميه 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 ثم الميه، لان هي لو مش مهمه انا مش هقول لك، والله هي لو مش مهمه انا مش هقول لك. الناس من كتر ما هي حاجه اعتياديه في الميه في حياته ما بيشربهاش يعني، كل فين وفين كده بيشرب. فانت خلي الازازه جنبك على طول، كل ما كده هتبص لها هتفتكر انك تشرب، وهتلاقيك بتشرب ميه والدنيا جميله والدنيا حلاوه. فيلا نخش بقى على الايه الكتف الخلفي، وندخل شكل واحد بس. الكتف الخلفي انا بحبه اصلا الشكل ده، وهو جهاز الفراشه يعني، جهاز جامد 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 للكتف الخلفي، وشغال سيكا ترابيس خلفيه برضه. يلا بينا نظبط الوزن، نناسب الكتف عضله صغيره، فلازم نلعب لها بوزن خفيف في الاول خالص. نظبط الدكه دي مظبوطه على مقاسي، من الصدر كده يبقى تمام. ماشي زي الفل. نرجع بس ورا سيكا، نلزق في الدكه ونفرد للاخر ونفتح بس لحديت هنا كده بالظبط. تقول لي بقى لازم اتني كده، اقول لك لا مش لازم في الاول، افرد بس للاخر واعمل. شفت اكنك، بص همثلها لك بمثال، شفت اكنك بتسبح تعمل كده بالظبط، هي نفس الحوار كده. فافرد للاخر واقفل واحد، ايوه كده. اصلا تستناش بقى الجهاز ينزل يقفل الاخر يسيب منك، لا حديت هنا كده بالظبط وارجع، حديت هنا بس، رقبتك لورا عشان ما تحسش بوجع فيها، ايوه
طيب بص، هتشوف برضه في ناس هتقعد بقى ايه تلعب كده للاخر. الناس دي والله ما بتلعب غلط، الناس دي بتستهدف حاجه تانية، بتستهدف الابر ترابيس او الابر باك برضه، ترابيس مع الكتف الخلفي. فاحنا هنا عايزين الكتف بس. الفكره كلها انت عاوز ايه، عاوز تتمرن ايه بس. 3 مجاميع برضه هنا 12 عده، وده يعتبر خلاص ده اخر تمرين احنا نلعبه معانا النهارده. التمارين انا عارف ان هي خفيفه، ولكن صدقني هرجع اقول لك تاني، انت لو بدات التمارين جامد قوي تحس بوجع فظيع، ما عادش تيجي التمرين تاني وترجع بقى تقول ان الجيم والجيم وحش ومش عارف اتمرن. لا، جرب بس تتمرن بالاشكال دي الخفيفه دي في الاول، اول اسبوع بس. بعدها ابدا زود الحمل التدريبي واحده واحده. ان شاء الله نبقى ننزل برضو فيديوهات عن التمارين وكده والشده والحاجات دي تقدر تفيدك يعني، وترجع لها في القناه باذن الله. وبس كده يا عمنا نكون خلصنا التمرينه بتاعت النهارده. معاك بقى الدليل الشامل تتمرن ايه تاني يوم او هتعمل ايه تاني يوم. النهارده كان التمرينه تمرينه بول، لعبنا اول تمرينه كانت بوش، النهارده البول. تالت يوم بقى ان شاء الله والفيديو التالت هتكون تمرينه الليج. طيب عرفت كل الزوايا، عرفت كل التمارين هتكون عامله ازاي بالاداء بتاعها بكل حاجه ان شاء الله. فركز في الاداء التمرين كويس، وحط في بالك وحط في نقطه المهمه، يعني يكون عندك ان انت داخل تعود الجسم على الحركه، مش ان انت داخل تعمل عضلات. فبس كده، يا رب تكون استفدت من الفيديو ويكون خفيف لطيف عليك كده. وما تنساش بقى تعمل لها لايك، فعل زر الجرس، وبس كده. انا محمد ايهاب، ما تنساش تحب صحتك. سلام. اقفل.